اليوم في نقاط معناتها مهمة للمستثمر الأجنبي تقارن فيها الموقع تونس بعض الدول نجم نعتبروها معناتها منافسة مباشر كوجهة معناتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات المباشرة الخارجية. حبينا نرجع على الدراسة هذه كما قلت لكم اللي مازلت كي حضرت دونك معنا بالطبيعة المسؤول الأول على الفيبا. on va profiter pour faire le point على نقاط أخرى زادة مع سعد باسط غانمي. صباح الخير ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. صباح الخير سي وسيم، صباح الخير لمستمعي اكسبريس اف ام، وشكرا على الاستضافه. شكرا لك. انا كنت الرئيس مدير عام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. كنت نحكي معك قبليك في الاوف على العام هذا صعيب معناتها. نذكر في 2016 وقت الندوه اللي صارت تاع تونيزيا 2020 ما كناش نتوقع شنو باش تكون تونس في 2020 صحيح 2020. باهي واحد ديما يحضر روحه وما ما كان حتى حد ما كان محضر روحه للازمه هذه اللي يمر بها العالم الكل داير. هي ماهيش اول ازمه، وان شاء الله تتعدى على خير، لان ازمه صحيه بالاساس. نتمنى السلامه للعباد الكل. لكن معها زاد ازمه اقتصاديه، لانه الازمه الصحيه الخصوصيه نتاعها اني اثرت على الاقتصاد العالمي. اضطرابات في سلاسل الانتاج وتوزيع المواد الاوليه والمنتوجات اللي تستحقها الشركات الكل. وان شاء الله بلادنا تخرج باخف الاضرار، وان شاء الله تكون فرص، لانه الازمه هذه بالرغم ان هي اثرت صحيح سلبا على الدول الكل، لكن تعطي فرص اخرى، وان شاء الله بلادنا تستغل الفرص المتاحه في اطار معناها فرص جديده للاستثمار الخارجي ان شاء الله. الفيبا دوركم اليوم مهم ياسر معناتها. اليوم لوفر فما اون اوفر كامله، نعرف بليزيور اجونس معناتها كو عندكم علاقه مباشره وغير مباشره من السيبكس الى غيره حتى من لابي اتسيتيرا وتيا. معناتها اليوم دوركم بالضبط معناتها اليوم علاش المستثمر شنو يقصد الفيبا، شنو تجيب له الفيبا كان بسطوا هكا. وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي عندها 25 سنة في مجال الترويج لفرص الاستثمار في تونس. الدور متاعنا هو ترويج لصورة تونس لدى المستثمرين الأجانب، لكن الهدف الأساسي هو جلب المستثمرين الأجانب لتونس، وهذا نقوم فيه معناها بصفة دورية مجهودات الحقيقة. ونستغل الفرصة باش نشكر جميع إطارات وأعوان وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي على المجهودات اللي يقوموا بها للمساهمة في دفع النمو الاقتصادي في تونس. الهدف الدورة متاعنا احنا اول حاجة سنتعاملوا مع المستثمرين الاجانب، بينما الهياكل الاخرى هي تهتم بالمستثمرين المحليين والمستثمرين الاجانب. الدور متاعنا هو تسهيل وتوجيه المستثمرين الاجانب لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة. هذا نقوم به عن طريق اطاراتنا في تونس، وكذلك عبر شبكة المكاتب الخارج، لان الوكالة لها شبكة مكاتب خاصة بالبلدان اللي هي من أهم مصادر الاستثمار في تونس، خاصة مركزة أساسا في أوروبا، الشركاء الاقتصاديين لتونس. كنا مركزين النشاط متاعنا على الترويج العام، هذا من خلال التعريف بالمناخ الأعمال في تونس وفرص الاستثمار، لكن تم تركيز المجهودات متاعنا السنوات الأخيرة، وبالأخص منذ سنة 2017 تم توجيه المجهودات الكل نحو الاتصال المباشر بالشركات، وهذا اللي مكننا أن نتصل بعديد الشركات الكبرى في بلدان خاصة غير تقليدية، اللي مكننا من الحصول على جائزة الاستثمار لسنة 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرا لنجاحنا في استقطاب مشروع كبير في مجال مكونات السيارات اللي هو المجمع الياباني سوميتومو. بطبيعة الحال هذا يدل أن تونس قادرة على استقطاب استثمارات كبرى إذا توفر عديد العوامل بطبيعة الحال على المستوى الداخلي وعلى مستوى الدولي، وكذلك قدرة الوكالة على تأثير مستثمرين كبار يرغبوا في تطوير أنشطتهم في تونس.
مبروك على الجائزة اللي تحصلتوا عليها. قدامي وثيقة هوني معناتها اللي هي تمثل الدراسة اللي قمتوا بها معناتها اللي تقارن فيها تونس ببعض الدول. شو ما الدول اللي اخترتوهم اسكو تقولوا؟ الوثيقة هذه هي نستعملوها لمواجهة المستثمرين الأجانب باش ياخذوا فكرة، لأن المستثمر إذا يختار بلاد ولا يقرر باش يدرس إمكانية إنجاز مشروع في بلاد، عديد العناصر ياخذها بعين الاعتبار، من جملها كلفة الإنتاج. الوثيقة اللي تم إعدادها وتم نشرها مؤخرا هي تتعلق بالليكود وفاكتور دو برودكسيون. C'est un document très utile pour les investisseurs étrangers. الجديد اللي فيه هو أنه عملنا دراسة مقارنة لتكلفة الإنتاج مع بلدان منافسة لتونس. بطبيعة الحال ثم بلدان من المنطقة منافسين مباشرين اللي هي منطقة شمال أفريقيا وجنوب المتوسط، وكذلك من مناطق أخرى على غرار أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى ومنطقة آسيا. الهدف منه هو إبراز أن تونس لها قدرة تنافسية عالية، سواء من توفر اليد العاملة الكفءة وكذلك كل ما يتعلق بوسائل الإنتاج الأخرى. فالمقارنة هذه نعتمد فيها على انوتي اللي هو لابيليزي فاينانشال تايمز باش نعطيه أكثر كريديبيليتي لدوني اللي نعطيهم ليزانفستور إترانجي، وهذا نخلصوا فيه اللوتي هذا ونستعملوا فيه بصفة يومية في إطار تعاملنا مع مستثمرين محتملين لتونس، ونقارنوا فيه جميع وسائل الإنتاج سواء من الكهرباء والغاز والماء وكذلك اليد العاملة في عديد الاختصاصات. الحقيقة سيتانوتي تريز يوتيل ويلي أبريسي خاطر نستعملوا فيه معناها لدعم معناها حظوظ تونس في استقطاب الاستثمارات هذه، لأن المستثمر راهو لما يخرج على المستوى العالمي يدرس عديد البلدان ويدرسهم خاصة من ناحية معناها سي شيفري او نيفو دي كود دي فاكتور دو برودكسيون جوستومون، وهذا اللي يركز عليه شنو الحاجات اللي درستوهم في التقييم هذا؟ اسكو درستوا كان اللي يساعدنا ولا حطيتوا لازم الكل معناتها للمستثمر؟ احنا مش اللي ساعدنا هو حتى اذا كان، لانه احنا نواجهوا شنو الهدف نتاعنا، هو اعطاء حظوظ اوفر لتونس. بطبيعه الحال نركزوا على العوامل لكن بكل موضوعيه. طب انا على السؤال اللي باش نطرحه نعرف الاجابه. مثلا كي تجي على الالكتريسيتي يوزاج اندستريال في الاستعمال نتاع الصناعه، نعرف اللي انتم حطيتوها في التقرير، مي لو كان جاي المؤشر مش باهي اسكو تحطوها ولا؟ هذا حبيت نسالك بحق توت. هو دورنا بطبيعه الحال احنا نقوم بالترويج الاستثمار وابراز المزايا التفاضليه لتونس. بطبيعه الحال يتم التركيز على الجوانب الايجابيه، لكن راهو المستثمر يعرف حتى اذا كان ثم سلبيات. بطبيعه الحال احنا نكون دونك حطيتوا في جوي الجو، تحطوا كل شيء، ما نجمش ما تحطلوش كهرباء خاطر هو كان شعب مصنع لازم هو المعلومات اللي باش يطلبنا فيهم حتى كي تبدا تونس ما عندهاش، لكن يتم تداركها بلانه سي ان رابور كاليتي بري، معناها في الاخر بالكل هو باش يختار العوامل كلها. ممكن نكون احنا ماناش كومبيتيتيف في ان فاكتور، لكن دون مانيير جينيرال اوني تري كومبيتيتيف، وهذا بشهاده المستثمرين، وهذاك علاش المستثمرين يختاروا تونس بالمقارنه مع عديد البلدان المنافسه. فالهدف ماهوش معناها ما نبدلوش راهو الارقام هذيك. لا خاطر التقرير يتصفح التقرير هذا ايجابي يقول تونس بخير. اي هذاك هو الواقع، انه احنا عندنا قدره تنافسيه كبيره. يمكن احنا مركزين برشا على النقاط السلبيه وعلى النقد باهي نجم نقدموا به، لكن ما فيها باس زاد نركزوا على الجوانب الايجابيه كما تعمل بلدان منافسه. راهو الفيبا ماهيش تخدم وحدها، تخدم في عالم كامل. معناها نشوفوا لي بون براتيك دي اجونس دو بروموسيون دي انفستيسمون في العالم كامل. وعلى فكره راهو الجائزه الاولى نتاع الايام ماهيش الجائزه الاولى، احنا في مده معناها بعد الكونفينمون البنك مونديال والكنيسات اختاروا الفيبا اوسي كوم بيست براكتس في
معاضدة معناها مجهودات الدولة، وخاصة مرافقة الشركات الأجنبية لمجابهة جائحة كورونا، لأن وقتها تم تركيز خلية أزمة، وكانت معناها الهدف متاعها هو مرافقة الشركات الأجنبية لضمان ديمومة النشاط متاعها، وكذلك خاصة عمليات التصدير، لأنه نذكروا كل أن كانت فترة صعيبة برشا بالنسبة للشركات الأجنبية. فهذا الدور الحقيقة يلزم نركزوا عليه، لأنه الفيبا عندها دورها في المنظومة. ذكرت أنه عديد المتدخلين، لكن كل واحد في المجال متاعه، ونسعى لمزيد التنسيق والمجهودات الكل معناها توجيهها لمساعدة تونس أن تتخطى الأزمة هذه. نمشيو فاصل قصير، نرجع خلينا نحكيو بالديتاي على لي كو مثلا دو برودكسيون. معناتها كي يجي مستثمر هنا شنو هو لي بوست دو ديبانس اللي عنده في المصنع؟ ممكن غاز، كهرباء، عنده انستالاسيون انفورماتيك اتسيتيرا. تونس مقارنة بدول انتم اخترتوا تركيا، رومانيا، المغرب، ايطاليا، فرنسا، المانيا. C'est un échantillon de pays. هذوكم pratiquement les pays deux groupes de pays. les pays معناها concurrents direct لتونس، معناها المستثمر هذاك بناء على معطيات عنا احنا انه المستثمرين لما يدرسوا تونس يدرسوها بالمقارنه مع عديد البلدان، هذه بناء على طلبات راهو جايين المستثمرين. اوترومون ديك كو سوا جايين من اوروبا كيما ايطاليا، فرنسا، المانيا، هاو احنا بالنسبه للبلاد اللي جاي منها، وهاو الدول الاخرين اللي قاعدين يمشيو رومانيا، تركيا، المغرب اتسيتيرا. مقارنه اي سورتو حتى فرنسا وايطاليا توا على الغلوكاليزاسيون سو سون دي كونكورون، خاطر اليوم برشا شركات قاعده تجي نحكي على التوجهات نتاعنا. هذا هو فصل قصير راجعين معك المسؤول الاول على الفيبا. نذكر توت في برنامجكم ديجيلاب، l'émission 100% transformation digitale. كل نهار اثنين من 3:30 حتى للخمسة نحكيو على البزنس متاع الايتي والفرص في قطاع التكنولوجيا في تونس بمشاركة أصحاب القرار، لي دي اس اي et les experts. ملا ما تنساوش تابعونا على اكسبريس اف ام كل نهار اثنين من 3:30 للخمسة، ولا على الباج فيسبوك متاعنا ديجيلاب باي اكسبريس اف ام. ديجيلاب, votre laboratoire de transformation digitale. Dell Technologies et Intel, partenaires de votre digitalisation. سيد تونيزيا، سند دائم لأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة. أكثر معلومات على الموقع www.ceed-tunisia.tn. الأكيد أنه الناس الكل يخموا على مستقبلهم ومستقبل صغارهم، وماذا بيهم يخزروا الغدوة وهما مرتاحين، أما قليل منهم اللي يحسبها بالصحيح. أسيغونس كارت في تسهلها عليك، وبعقود الادخار تخليك تحافظ على مدخولك في الغوتريت وعلى قراية أولادك الجامعية ومستقبلهم المهني تهنيك. والأهم من هذا الكل، أسيغونس كارت في تعطيك الفرصة باش تدخر وتستثمر فلوسك بكل أمان وبضمان أعلى نسبة للمردودية مع الامتيازات الجبائية الهامة. مش هذا برك، إذا صار لك ظرف طارئ أسيغونس كارت في تقف معاك، وهي الوحيدة اللي تمكنك من سحب نسبة المدخرات اللي تضمنها لك شروط العقد حتى في عامك الأول من الادخار. مع برامج الادخار متاع أسيغونس كارت في احسبها بالصحيح. لمزيد المعلومات اطلبونا على 71 184 073 ولا زوروا موقعنا carte.tn. إكسبريسو. مازلنا مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. حضر معنا السيد البسط غانمي، مدير عام وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي. القدرة التنافسية متاع تونس اليوم رغم الصعوبات والأزمة اللي يمروا بها، فما دي زوبورتونيتي هذا باش نحكيو فيه رابيدمون. حبيت جو سورفول معناتها ممكن دو تخوا انديكاتور. اليوم مستثمر معناتها كما قلت كي انفستير اليوم لازمو التكنولوجيا، دونك وين احنا من هذا كل في البنش مارك لازمو بروبابلمون الكلفة متاع لي شارج نتاعو الكتريسيتي غاز اتسيتيرا كانوا في مصنع واليد العاملة بالطبيعة. اليوم لي انديكاتور هذوما فريمون رابيدمون كان نجمو تعطينا تونس كومون سو بوزيسيون. المستثمر لما يقرر باش يختار موقع باش ينجز المشروع نتاعو يخزر العديد العوامل من ضمنها عوامل كلفة الانتاج، لكن راهو قبلها يشوف البلاد مدى مناخ الاعمال اللي فيها، السوق، الايكو سيستيم كله. دونك لي فاكتور دو برودكسيون هذوكم لازمين يهموا، خاصة المستثمرين مازالوا ما خذاوش قرار، يعني مازالوا يحضروا في ليتود دو فيزابيليتي دي بروجي نتاعهم، ومازالوا يختاروا ما بين عديد البلدان. والهدف نتاعنا هو ابرازا وتونس لها من القدره معناها على مستوى توفر الساعه وسائل الانتاج، لانه راهو قبل ما يشوف التكلفه هو الساعه لازم يشوف لا ديسبونيبيليتي
دي سيرفيس الكل هذوكم يلزم يعرف انه التكلفه اليد العامله الساعه اللي حاجوا بها موجوده، ومن بعد باش il va analyser les coûts de la main d'œuvre. Donc le premier critère هو la disponibilité et la qualification des ressources humaines وكيف la disponibilité de l'infrastructure que soit télécom والا les portuaires وكل معناها هذا كلهم عوامل مجمعه يغزر لهم المستثمر ويحللهم قبل ما ياخذ القرار نتاعو. احنا هذا الدوكيمون اللي تم نشره مؤخرا هو نستعملوه في اطار التواصل مع المستثمرين المحتملين اللي هما قاعدين يدرسوا في تونس مع جمله من بلدان منافسه، وهذا باش نسهلوا له العمليه ونحسوه انه راهو في تونس ينجم ينجز المشروع نتاعو في افضل الظروف، وينجم معناها يستفيد زاد كيف من التنافسيه نتاع تونس في مجال معناها كلفة الإنتاج. دونك رابيدمون كيفاش احنا بالنسبة للدول الأخرى، بالنسبة لتركيا، رومانيا، المغرب في الكهرباء، في الغاز وفي التكنولوجيا، في الإنترنت مثلا؟ بطبيعة الحال احنا عندنا حتى ديكلاسمون راهو بار سيكتور نجموا نشوفوا حتى على بالنسبة للدي بي نتاع الإنترنت، بالنسبة أغزر الكل هما عوامل نجموا نكونوا احنا ممكن في بعض العوامل مناش في المرتبة الأولى، لكن سي كومبونسي بار لي زوتر فاكتور دو برودكسيون. مي دون مانيير جلوبال نجموا نقولوا انه تونس لها من التنافسيه اللي تمكنها من. انا كنت اشوف تعطيناش بعض معناتها كيلكو كلاسمون يظهر لي في اللي سالته مثلا في الكهرباء، في الغاز، في الانترنت، ما سالش معناتها كانت تعطينا. احنا لهنا بالنسبه للتكنولوجيا دو لانفورماسيون تونس معناها في اقل تكلفه من عديد البلدان كما تركيا، كما المغرب، كما رومانيا. كذلك بالنسبة للزيميتور دي زيديو اللي هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا. نفس الشيء بالنسبة للكهرباء، تونس تقريبا معناها أرخص برشا معناها من البلدان هذه، وسورتو لا فيابيليتي لا ديسبونيبيليتي راهم تاع لي فاكتور هذا الكل، هذا أهم عنصر. بينما بالنسبة حتى بالقطاع، بالنسبة للسيكتور اوتوموبيل، بالنسبة للسيكتور دي نيميريك، نمشيو حتى نمشوا حتى اللي نيش معناها لتقديم معناها معطيات مدققة حسب القطاع وحسب النشاط. كيفاش المعطيات هذيك كيف تحصلوا عليها؟ خاطر هذايا تقرير بيان، معناتها التقرير هذايا انتم ان توكا يكلفكم. FDI بنش مارك تول اللي هو بطبيعة الحال ستان ابونمون معناها تابع الفاينانشال تايمز، احنا نستغلوه. هذا يعطيك المعطيات الكل، معناها هو يقوم بجرد للمعطيات الكل تتعلق بكلفة الانتاج، وبطبيعة الحال ثم تكنيك معناها بور كالكولي لو بنش مارك ما بين لي بيي الكل انستانتانيمون، معناها تعمل الاوبيراسيون هذيك وتنجم تعطيه معطيات مدققه حسب طلب المستثمر. احنا اللي نشرناه هذا اتيتر انديكاتيف، لكن راهو نجموا معناها نتعاملوا في اطار تعاملنا مع المستثمرين، نعملوا معناها حسب البروجي نتاعو هو بالضبط في اي قطاع، وشنو اللي باش يستحقه هو بالضبط. معناها بالحق معناها سيتان اوتي هذا راهو دون لو كادر دو رونفورسمون دو نوتر بواتا اوتي، خاطر ما عندناش كان لوتي هذا اف دي اي بنش مارك تول. احنا اون فيان دو ميتر اون بلاس لوتي ايغالمون لو سي ار ام، عندنا اون ابروش كليون باش تمكننا من متابعه معناها نوايا الاستثمار اللي في تونس، لي زيدي دو بروجي. دونك الفيبا راهو كيف اللي سيرتيفي ايزو من اوائل الهياكل العموميه اللي تحصلت على نظام الجودة منذ سنة 2003، وحاليا قاعدين نشتغلوا على فيلم ترويجي للاستثمار في تونس. هذا كل باش معناها باش تكون عندنا الوسائل لتوفير الوسائل الكل لتمكين معناها من الترويج لتونس في افضل الظروف بالنظر للمنافسه الشديده مع البلدان. اليوم مشينا ما فات عملنا كنا في ربط مباشر من جرجيس وشفنا البارك داكتيفيتي ايكونوميك في جرجيس، واللي لفت الانتباه سي كو جزء كبير من بون با دير اغلبهم المستثمرين غاديك، المصانع اللي فتحت غاديك كلها او اغلبها من توانسه من الدياسبورا، تونسيين بالخارج. دايوغ متفاعلين معنا على الاقل 2-3 من قبيل يقولوا فماش اون اوفر سبيسيفيك، شنو تعملوا كيفاش نجموا تعاونوا التونسي باش يستثمر في بلاده التونسي من الدياسبورا نتاعو. احنا من اول ما بدينا النشاط نتاعنا منذ 25 سنه باتصال مباشر مع التونسيين بالخارج
ويعتبروا معناها أهم عناصر، وعديد منهم ساهموا في الاستثمار، سواء استثمروا مباشرة وتم مرافقتهم من طرف مصالح وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، خاصة عن طريق المكاتب متاعنا بالخارج، أو هما يساهموا في الشركات اللي يشتغلوا فيها، أو عن طريق علاقاتهم في دعم الاستثمار. والحقيقة هذا راهو عنصر هام، خاصة في ضوء أزمة الكوفيد حاليا يتم التركيز على الجاليات اللي موجودة في البلدان هذه ومدى مساهمتها. وأنا نحب بالمناسبة هذه نثمن المجهود اللي يقوموا به التونسيين بالخارج، خاصة الكفاءات التونسية اللي موجودة بالخارج. وعندنا مشروع الآن بالتعاون مع جي زاد للترويج لفرص الاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وكذلك لمرافقتهم. بطبيعة الحال احنا عندنا دور معناها يومي، هذا في اطار العمل متاعنا بالنسبة للتوانسة الموجودين بالخارج، كيفهم كما المستثمرين الأجانب اللي موجودين في الخارج يتمتعوا بجميع الخدمات من الوكالة، سواء بتوفير المعلومة أو المرافقة أو الإحاطة بهم. لكن ثم برامج خصوصية الآن بدعم من شركاء متاعنا، سواء au niveau bilatéral ولا multilatéral. ثم plusieurs initiatives. أنا جي سيتي لو بروجي اللي عندنا تو اكتويلمون مع جي زاد، اللي يرى اون بلاتفورم ديشانج مع لي تونيزيان. تو دابور الفو لي زيدونتيفي. وقتاش هذا اونكور توا بدينا فيه مع جي زاد، وباش ننطلقوا فيه اللي هو تحديد معناها افكار مشاريع من طرف التونسيين الموجودين بالخارج ومرافقتهم لانجاز المشاريع هذه بدعم من جي زاد، وبطبيعة الحال الاستفادة من الخبرة والخدمات اللي قدمهم وكالة. مثلا البلاتفورم موجودة تو ولا قاعدين تحضروا في البلاتفورم؟ قاعدين تحضروا في البلاتفورم. تعلمنا كي تحضر اليوم بدلتوا ليدونتيتي فيزوال نتاعكم، فما فيلم بروموسيونيل قاعدين تحضروا فيه، قاعدين تحبوا تقربوا أكثر مع المستثمرين، نحسوا المردود بصفة عامة بتات دو لا ديستيناسيون تونيزي السنوات الماضية كما حتى يكتبوا مستمعين متفائلين معناتها on n'a pas signé de gros contrats ولا سي. انت كنت تحكي تحصلت على جائزه. سي با دو كونترا، احنا سي دي بروجي معناها كي سون سي دي انفستيسمون ديريكت، سي برينسيبالمون دي بروجي برودكتيف. صحيح الملاحظه اللي موجوده، احنا ننشروا كيف الاحصائيات بصفه دوريه على انجازات الاستثمار الخارجي. انجازات راهو دي كرياسيون انفستيسمون بار تريمستر. صحيح ثم تراجع في الاستثمار، لكن هذا راهو على مستوى العالمي 49%. المنافس الاقرب لنا نحن من المنطقه شد تراجع كيف 28%، احنا توا في التسع اشهر 26%. صحيح التحدي اللي نواجهوه احنا توا هو كيفية جلب مستثمرين جدد، لانه الاستثمارات اللي تم انجازها حاليا هي في اغلبها عمليات توسعة، تقريبا تمثل اكثر من 80%. قبل الثورة كانت 70%. هذا يرجع بالاساس الى صورة تونس في الخارج، وهذاك علاش احنا نطوروا في الوسائل نتاعنا لي زوتي بروموسيونيل نتاعنا، لا بواط اوتي اون دولا رونفورسي، باش نعطيو فرصه باش نكونوا اكثر معناها قرب للمستثمر الاجنبي ونعطيو فرص اكثر لبلادنا. المستثمر اللي موجود في تونس عنده فكره على القدره نتاعنا، وهذاك علاش يستثمر وينوع في النشاط نتاعو. لكن التحدي الكبير هو كيفيه استقطاب مستثمرين جدد. هذا بطبيعه الحال ما يرجعش كان لوكاله النهوض بالاستثمار الخارجي، يعني مسؤوليه جماعيه. يلزمنا رؤيه للبلاد هذه، يلزمنا برامج طموحه. بطبيعه الحال يلزم تحسين مناخ الاعمال احسن، تبسيط الاجراءات الاداريه، الوضوح بالنسبه للمستثمر الاجنبي. هذا كله معناها تحديات مطروحه على جميع المتدخلين في مجال الاستثمار. ووكاله النهوض بالاستثمار الخارجي الفيبا هي تسعى لمزيد تدعيم التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة لإعطاء أكثر حظوظ. واللي راهو الكوفيد بالرغم الأزمة اللي وفرها، لكن يوفر ديزوبورتونيتي، خاصة على ضوء تحويل بعض الأنشطة لشركات أوروبية من منطقة آسيا وخاصة من الصين. وهذا قاعدين نشتغلوا عليه معناها بصفة avec une approche agressive et avec le recours à des cabinets d'expertise. خاطر راهو الاستثمار راهو ولا مهنة، معناها احنا قبل نخدموا بالامكانيات المتاحة. وقت اللي ركزنا النشاط نتاعنا منذ سنة 2017 على الاتصال المباشر بالشركات، تم اللجوء لمكاتب خبرة، هذا خاصة عن طريق مكاتبنا بالخارج.
والآن حتى على مستوى تونس ومستوى فرق العمل متاعنا نتشاوروا ونتباحثوا مع مكاتب خبرات لإعطاء حظوظ لتونس تاخذ حصتها حتى هي من الاستثمارات اللي بيتم تحويلها من آسيا إلى منطقة الجنوب المتوسط. يعطيك الصحة سي باسط غانمي، سي باسط غانمي مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. اون فولي فيغ لو بوان، تحس بالانغومون والناس اللي تتفاعل معناتها لازم اللقاءات تعاود تتجدد. ان توكا اون فولي فيغ لو بوان اليوم بمناسبة البنش مارك هذايا. نجموا نهبطوا على موقعنا اون فالي بوبلي برشا طلبوا معناتها سو بنش مارك يعطيكم معناتها فكرة على لي كو دو برودكسيون في تونس ويقارنوهم حتى بدول اخرى. شكرا لك. يعطيك الصحة سي وسيم. مرة أخرى مبروك بور لو بري اللي تحصلتوا عليه على ليشيل ريجيونال معناتها من أسبوعين تقريبا. مبروك. فاصل، تو سويت راجعين في برنامجكم إكسبريسو.